السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح يا مسا الجمال على أحلى أصحاب وأخوات، أصدقاء وحبايب مطبخ دودو. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسلام. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. وفي بداية فيديونا نترحم على كل أمواتنا أجمعين، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويشفي كل مرضانا، ويا رب يدخل الفرح والسعادة على كل بيت من بيوتنا. تابعيني النهاردة، أنا عاملة وصفة حلوة قوي بسيطة. صينية كفتة بطريقة سهلة. تابعيني في الفيديو. هي معمولة بالخضار. بقولك ايه، تعالي تابعيني في الفيديو شوفي ايه الطريقة. هي زي ما انت شايفة كده، ريحتها وشكلها ياخد العقل، حاجة كده تحفة، وتاكلوها بألف هنا من مطبخ دودو. واللي لسه ما دخلش ويشترك عندي في القناة، يلا خشي واشتركي ودعميني باللايك والشير، وبأحلى كومنت من أحلى أصحاب وأخوات، أصحاب وأصدقاء مطبخ دودو. تقدري تقدميها زي ما انت عايزة. أنا قدمتها مع الرز الأبيض اللي بالقرنفل والحبهان. حضرتك تقدميها بالشعرية مع الرز اللي بشعرية، حبة وحبة، مكرونة، زي ما حضرتك حابة قدميها، وبألف هنا. وأرجو أن الوصفة تنال إعجابكم، وما تنسيش تدعميني باللايك والشير والمتابعة، وادخلي على صفحة مطبخ دودو على الفيس. وكل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية يا رب بألف خير، ورمضان مبارك عليكم. أول حاجة معايا مقادير النهاردة: كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلتين، ومعايا 3 طماطمات. اول حاجه هجيب الكبه بتاعتي وهفرم الطماطم والبصل. وبعد كده هفرم الطماطم. بعد كده هجيب طبق او بولة كبيرة، واحط اللحمة المفرومة مع الطماطم والبصل المبشور. انا حطيت اللحمة، وبعد كده هحط الطماطم والبصل المبشور، وهحط عليهم ملح وفلفل والبهارات السبعة. انا هحط نص كمية البهارات، عبارة عن ملح وفلفل والسبع بهارات وبابريكا وملح طبعا، نص معلقة او على حسب كمية اللحمة اللي عندك. وهاخد نص كمية البهارات دي، والنص التانية هعمل بيها حاجة تاني وهنشوفها هنحطها ازاي. وحطيت كمان بشرة جوز الطيب، ودي حسب الرغبة. هقلب كل المكونات دي مع بعض وهرجع تاني لحضراتكم. وده شكل اللحمة المفرومة بتاعتي بعد ما انا دعكتهم كلهم مع بعض: البصل المبشور والطماطم المبشورة والبهارات، الملح والفلفل والكمون والسبع بهارات وبشرة جوز الطيب وبابريكا. طبعا حضرتك تقدري تحطي البهارات اللي انت حباها. انا كده بالنسبة للحمة المفرومة مش عايزة اضيع طعمها. هو كده تمام. بعد كده هجيب صينية. بعد كده جبت صينية زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط، ومقطعة بصل حلق، وهحط عليه نص كمية البهارات نفس اللي انا كنت حطاها على الكفتة، زائد كيس بهارات البطاطس بيخليها في حتة تانية خالص. طبعا ده اختياري وزي ما حضرتك حابة. ودي نفس البهارات اللي انا حطاها على الكفتة، خدت نصها في الكفتة ونصها دلوقتي هدعك بيها البصل كويس قوي، وهحط بس عليه اضافة معلقة بابريكا. كده شكل البصل بعد ما دعكته في البهارات. بعد كده هجيب الكفتة بتاعتي الاول، اللحمة اللي انا عاملاها
اللحمة المفرومة وحاطة عليها طماطم وبصل مبشور، والبهارات اللي انا نفس البهارات اللي انا حطيتها على البصل، وهغلف بيها الصينية كلها. وده كده شكل الصينية بتاعتي بعد ما حطيت عليها اللحمة المفرومة. زي ما انتوا شايفين كده عملتها بالطماطم والبصل المبشور والبهارات. بعد كده تقدري تشكليها من فوق زي ما انت حابة. انا قسمتها زي ما حضرتك شايفة كده، وهبتدي برضو ازينها، وبرضو ده اختياري زي ما انت حابة. اول حاجة انا حطيت شرايح البصل او حلقات البصل زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط. وبعد كده حطيت قرون الفلفل زي ما حضرتك شايفة كده برضو بالظبط. وبعد كده انا زينتها بحلقات الطماطم زي ما حضرتك شايفة كده. اخر حاجة هجيب معلقتين طماطم او صلصة مبشورة او صلصة عادي، واحط عليها شعرة فلفل وشعرة ملح وحبة سمنة او زيت للتلميع زي ما حضرتك شايفة ده كده. وبقى طبعا برضو تزويق الصينية ده زي ما حضرتك حابة، الشكل اللي انت حباه. وبالفرشة كده هلمع كل الصينية بالصلصة بتاعتي عشان تاخد وش حلو كده وشكل جميل. وده كده شكلها. وبعد كده هدخلها على فرن درجة حرارة 200. وطبعا هتابعها واشقر عليها، هي بتاخد من تلت لنص ساعة على حسب درجة حرارة الفرن عندك. وده كده اصحابي شكل الصينية القمر بتاعتنا، صينية الكفتة لما طلع من الفرن، شكلها وريحتها حكاية. انت تعالوا بقى معايا نشوف هنقدم القمر ده ازاي ومع ايه من مطبخ دودو. لو وصلتي معايا لغاية المقطع ده ادعميني باللايك والشير وسكرايب واحلى كومنت من احلى اخوات واصدقاء من مطبخ دودو.